كتير مننا بيشوف إن الوقت في رمضان بيكون ضايع ما بين العبادات اللي بتاخد وقت أطول من الأيام العادية بشوية، وما بين التعب اللي بيجيله من الصيام اللي بيحسسه إن هو مش قادر، وبيقرر إن هو يريح خالص. وللأسف الكلام ده مش هينفع، لأن أنت لو طالب فبعد رمضان والعيد هتلاقي الامتحانات بتاعة الميد ترم داخلة عليك على طول. وبرضه لو أنت شخص بيشتغل على نفسه ويطور منها فمش من المنطقي إن أنت توقف حياتك كلها في رمضان. وخلينا نتفق على شوية تريكات هنعملها في رمضان هتخلي إنتاجيتك حرفيا 200%. يلا نبدأ الفيديو. مبدئيًا بس خلّينا متفقين إن الصيام مش بيتعب الجسم، بالعكس أنت جسمك بيبقى في قمة تركيزه، لإن ما فيش أكل أو شرب بيخلّوا جسمك مشتت، كلنا بنتقل بعد الأكل ودي معروفة يعني عامةً. خلّينا نبدأ بأول تركاية وهي ترتيب اليوم. عن نفسي بابدأ يومي بعد صلاة الفجر، لو عندي كلية فباضطر إن أنا أنزل تقريبًا في حدود الساعة 07:30 بيكون معايا من بعد الفجر لحد 07:30 تقريبًا ساعة ونص باقدر أخلّص فيها بعض المهام السريعة اللي هي مش هتحتاج وقت كتير، ولو ما فيش فباكمّل شغل لحد ميعاد الفطار عادي. باستغل الوقت من بعد الفجر لحد ميعاد الفطار اللي هم تقريبًا أكتر من 10 ساعات، وده وقت كفاية جدًا إن أنت تقدر تخلّص فيه مذاكرتك وشغلك ووردك من الحفظ أو القراءة للقرآن، وحاجات تانية كتير تقدر تخلّصها الفترة دي، وزي ما اتفقنا جسمك بيكون مركّز جدًا. وكلنا بعد الفطار بناكل وبنتقل وننزل نصلي العشا والتراويح اللي بتخلص تقريبًا على الساعة 21:30. بعد ما باطلع بيكون معايا تقريبًا من نُص ساعة لساعة ممكن أخلّص فيهم أي حاجة سريعة، وبانام الساعة 22:00 وباصحى على الساعة 4:00 بيكون معايا ساعة إن أنا أتسحّر وأصلي الفجر ونبدأ يوم جديد بنفس الطريقة. فدي طريقة صراحة فرقت معايا جدًا في رمضان، وخلّتني أحس إن هو شهر مش وقت ضايع، بالعكس أنت بتنتج فيه ومكمّل ومستمر في الحاجات اللي أنت بتعملها من غير ما تأثّر على وخلّينا متّفقين إن رمضان فرصة جميلة جدًا عشان تضبّط فيها مواعيد نومك، وزي ما اتكلّمنا في الجزء بتاع ترتيب اليوم، فأنت ممكن تعدّل تعديل بسيط بس في مواعيد الصحيان والنوم، هيبقى مناسب معاك إن أنت تكمّل على نفس النظام ده بعد رمضان. طبعًا الزينة الجامدة دي أنا والشباب اللي معلّقينها تسلم إيديكم والله حاجة زي العسل. برضه من الحاجات اللي بتضيّع الوقت وبركته في رمضان هي مسلسلات رمضان، ومش هنتكلّم عن الحاجات اللي بتحصل جواها عشان حدث ولا حرج، إحنا هنتكلّم بس عن تضييعها للوقت. التركّاية دي ساعدتني جدًا في أول رمضان إن أنا ما اتفرّجش على مسلسلات خالص، التركّاية هي إن أنا ما اتفرّجتش على أي إعلانات أو أي حلقات من المسلسلات في الأول، وده خلّاني ما يبقاش عندي أي فضول إن أنا أعرف المسلسل ده أحداثه تبقى ماشية إزاي أو أصلًا هو بيتكلّم عن إيه، لإن أنت أصلًا مش مهتم من الأول أو ما فيش حاجة خلّتك تتشد ليه، ودي حاجة كويسة جدًا لو أنت طالب ومحتاج إن أنت تركّز في حاجات تانية، حرفيًا اشغِل وقتك وما تخلّيش في وقت فاضي إن أنت تتفرّج على الحاجات دي، يعني أظن لمّا تنفع نَفْسك هيكون أفضل من إن أنت تضيّع وقت في حاجة فيها أصلًا معصية. التركاية دي ما لهاش تأثير أوي في رمضان على قد ما يبقى ليها تأثير جامد أوي بعد رمضان، وهي استغل صيامك طول النهار واقطع قهوة تمامًا، لإن جسمك بيتعوّد على الكميات اللي بتخش بشكل دوري وبيبدأ يتأقلم عليها وما بيبقاش ليها أي تأثير على جسمك. لمّا تقطع قهوة هتدّي لجسمك فرصة إن هو يعمل reset لتأثير الكافيين عليه، وحرفيًا بعد رمضان هتلاقي من كوباية قهوة واحدة تأثير أنت ما كنتش تتخيله. أول 3 أيام صليت التراويح في مسجد صغير جنب البيت، منهم يوم الحمد لله كنت الإمام، بس كنت حاسس رمضان لسه ما جاش. إحساس التراويح في المساجد الكبيرة بجد حاجة تانية خالص، ما بين أصوات الشيوخ الجميلة أو الخطبة اللي بعد أول 4 ركعات أو الروح اللي بين الناس، وحاجات تانية كتير بتحسسك إن رمضان فعلًا ليه طعم تاني. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وبس في الفيديو ده اتكلمت معاك عن تريكات فرقت جدًا في زيادة إنتاجيتي خلال شهر رمضان، وبرضه الحمد لله كان عندي وقت إن أنا أدّي العبادات بتاعتي من غير ما أقصّر فيها. ولو حاسس إنك استفدت يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتنزل تقول لي يومك بيبقى عامل إزاي في شهر رمضان.